اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على سيدنا محمد نبينا وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معلش أنا آسفة إن أنا اتأخرت عليكم، بس النهاردة جايبة لكم الخلاصة، جايبة لكم بفكرة عبقرية، أحلى وألذ قالب هتعمليه على سفرتك وهتلم عليه العيلة كلها كاملة، وهيكفي الأفراد مهما كانت عددهم. يعني معاكي لحد 5 6 أو 7 كمان أفراد يكفيهم. وبإيه؟ وكل ده بإيه؟ بربع كيلو بانيه بس، وممكن يكون اقل كمان. يلا بينا بقى عشان نشوف القمر ده اتعمل ازاي. كل مقاديرها في البيت موجوده عندك. جايبه ايه النهارده يا رانيا؟ ندخل الاول على المقادير. معايا النهارده ربع كيلو فراخ بانيه، ربع كيلو. ومعايا فلفل رومي متقطع مكعبات، ومعايا 4 أو 5 فصوص توم، ومعايا 4 قطع جبنه نستون او مثلثات، ومعايا فنجان زيت، ومعايا 3 بيضات، وكوباية بقسماط، ومعايا بصلاية ما تنسوش. والبهارات بقى ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودرة ورشة جنزبيل ورشة زعتر وتوابل فراخ. زي ما انتوا شايفين كل المقادير عندك كلها في البيت متوفرة. نيجي بقى ونجيب الكبة بتاعتنا، وأول حاجة نبتدي بيها هننزل بالفراخ المتقطعة معانا. الربع كيلو بانيه هننزل بيه، وبعد كده هنزل بمقدار الزيت. معايا فنجان قهوة مليان زيت او نص كوباية زيت، ممكن تقولي كده نص كوباية زيت. وهنزل بالبصلاية اللي معايا، بصلاية متوسطة. كل المكونات عندك كلها في البيت موفرة جدا، ومحدش هيصدق انها ان الاكلة دي تكلفتها ما تتذكرش. زي ما انتوا شايفين معايا كده هننزل بعد البصلة، هننزل بقى نجيب الثوم قطعناه نصين عشان يتفرم اكتر معانا ويبقى انعم. افرم بقى، انا عايزة الخليط ده يبقى زي ناعم جدا، نعمي فيه على قد ما تقدري زي الكيكة. هنزل هنا بالثلاث بيضات، وهضرب جامد. شوفوا الخليط ابيض ازاي معانا، عايزة كأنك بتعملي كيكة بالظبط. هنزل بكل التوابل معايا، الملح والفلفل والزعتر والكزبرة والبابريكا والثوم البودرة ورشة الجنزبيل. زي ما انتم شايفين معايا، انا معايا هنا كبة صغيرة شوية، هقسم المقدار على 2 اهو. نزلت بنص المقدار عشان اقدر اكمل على المقدار التاني بقية المقادير. هنزل هنا بقى بكوباية البقسماط زي ما انتم شايفين معايا كده، ومعايا من نص كوباية مية لكوباية مية على حسب ما الخليط يلف معاكي. انا عايزاه ينعم معاكي جدا. وهنزل هنا بالجبنة المثلثات، وزي ما قلنا ممكن نحط فيتا، مش شرط، ما تربطيش نفسك بحاجة. اي نوع جبنة عندك حطيه، عندك جبنة فيتا حطي، جبنة مثلثات حطي، اي حاجة اللي موجود عندك. انت افتحي التلاجة وجيبي منها وحطي. هنا بقى بنزل بالفلفل الرومي المتقطع، وبسيب منه معلقة كبيرة او معلقتين كبار على جنب، وهقولك ليه دلوقتي. هنا بقى بنعمل خليط جدا، وبنزل هنا المقدار كله معايا اهو. هنزل بقى ببقية الفلفل اللي احنا سيبناه على جنب، وهنزل بمعلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر، وبخلط كويس جدا. هنزل هنا برضو بالفلفل زي ما قلنا. هنا بقى القالب دوت
انا دهناه زيت ودقيق ورشاه بالدقيق. هنا بقى الفلفل الرومي العيدان احمر واخضر، انا هرصه من تحت عشان يديكي شكل في الاخر زي ما انت شايفه معايا كده. احمر واخضر، عندك احمر واخضر واصفر حطي، ما عندكيش الا اخضر بس خلاص مش هيقول لا برضو، رصيه عادي، تقطعي عيدان كده وترصيه زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هننزل بقى بنص المقدار الخليط اللي احنا ضربناه، هننزل بيه ونسويه كويس جدا زي ما انت شايفه معايا. اسويه كويس. من الجناب كويس قوي واطلع، احاول اطلع منه الهواء. انزل هنا بقى معايا 4 بيضات مسلوقين، هروح نازله بيهم. ممكن لو القالب بتاعك اكبر من كده ياخد 5 حطي، انا جاي خد معايا 4 بس، حطيتهم زي ما انت شايفه كده بالنص، وهنزل عليهم ببقيه الخليط اللي عندي بالنص التاني. المهم ان انا اغطي البيض تماما واظبط الوش كويس قوي وانسقه واخليه متساوي معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما انتوا شايفين. خلاص احنا نسقناه، هيدخل الفرن. اسفه يا جماعه والله الفيديو علق معايا. هيدخل الفرن زي ما انتوا شايفين اهو، ونيجي بقى نقلبه دلوقتي. بسيبه يهدى الاول ربع ساعه كده وبعد كده بقلبه اهو. هنا بعد ما سبته ربع ساعه يهدى قلبته. وادي يا ستي الاكله جاهزه معاكي، وادخلي بيها على سفرتك قدام معازيمك في رمضان. عايزة تقدميها مع مكرونة تقدميها، عايزة تقدميها مع رز بسمتي مش هتقول لأ، وهتبقى أحلى كمان. والله والله الطعم خرافة فعلا، وألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله.